الخبر ده من ساعة ما سمعناه وكلنا في حالة رعب وصدمة، مش بس في سوريا، لأ ده في كل الدول. الشمس طلعت من مغربها وظهرت أولى علامات يوم القيامة الكبرى، وإن باب التوبة اتقفل. وده اللي حصل في سوريا تحديدا في قرية أبو مكي في ريف أدلب، لما الشمس زي ما انتوا شايفين طلعت من مغربها. وطبعا تخيلوا، وانا عذرة بصراحة اخواتي في سوريا على الرعب اللي عاشوه، لان بجد انا هوريكم مناظر حاجات مرعبة جدا. وكمان اللي زود الرعب اكتر الميكروفونات اللي اشتغلت في المساجد، وان هما قالوا ان ظهرت اولى علامات يوم القيامة الكبرى، وان خلاص باب التوبة اتقفل. علشان نعرف أصل الموضوع من البداية لازم نحكي كل التفاصيل في الحكاية. والحكاية هي إن الناس صاحية في أمان الله، ولا بيهم ولا عليهم لقوا المنظر المرعب اللي انتوا شايفينه. لقوا إن مكان القمر في الأفق الغربي، وده في الوقت اللي مفروض يتم شروق الشمس فيه. طبعا كلهم جات لهم حالة من الرعب، وقالوا ان دي من علامات يوم القيامة، ودي تعتبر اولى العلامات، مع ان معروف ان اولى العلامات مش خروج الشمس او طلوع الشمس من مغربها، وان هي يظهر المهدي او خروج سيدنا عيسى عليه السلام، بس مش العلامة دي. فطبعا هم اكيد ما حاولوش لسه يقعدوا يفكروا ولا كده، هي جات لهم صدمه وحاله من الرعب، وسادت حاله من الهرج والمرج، والناس بقت تجري ومرعوبه جدا. واللي زود الموضوع رعب اكتر زي ما قلت لكم ان في المساجد عن طريق الميكروفونات اشتغلت في كل المساجد ان خلاص باب التوبه اتقفل، وان ظهرت اولى علامات يوم القيامه الكبرى، وان خلاص يوم الحساب ابتدى، وان دي نهايه العالم. بس في الحقيقة على أرض الواقع أنا هكشفها لكم دلوقتي. الحقيقة اللي هتريح وتهدي رعب ناس كتيرة جدا إن الظاهرة دي ظاهرة فلكية، وإن دي مش من علامات يوم القيامة اللي ظهرت عندهم دلوقتي. طيب ايه هي الظاهرة الفلكية دي؟ الظاهرة دي ممكن تحصل كل شهر. هتقولوا لي الله، طب هي لما بتحصل كل شهر وممكن تتشاف، هما اترعبوا ليه المرة دي بدل بتحصل، او ممكن بمعنى ادق ان هي تحصل كل شهر؟ هقول لكم بكل بساطة ممكن تحصل، بس في حاجات ممكن تبقى موجودة ما تبقاش واضحة قدام الناس. طيب هوضح لكم بالتفصيل واسمعوا واحدة واحدة كده. الظاهرة دي ممكن تحصل، وهي ظاهرة فلكية عادية جدا وطبيعية. طيب امتى تحصل؟ لما يبقى البدر مكتمل، وفي نفس الوقت ان هو يبقى القمر في الجهة المقابلة للشمس، يعني كده قدام بعض فيس تو فيس. يبقى القمر وهو بيغرب الشمس بتبقى تشرق، فهنا تحصل الظاهرة الفلكية المرعبة بصراحة ديت. وهنا بيخليهم لما يبقوا اتنين قصاد بعض في نفس اللحظة، وكمان في نفس اللحظة بيبقى البدء مكتمل، هنا بيبقى اللحظة اللي بتشرق فيها الشمس هي اللي بيغرب فيها القمر أو البدر، سموها زي ما تسموها. فيعني كده ان الظاهرة دي هتقولوا لي طب هي بتحصل وممكن على الاقل هي بتحصل كل مثلا كام شهر كده. طيب هنا انتوا ما بتاخدوش بالكم ان ليه الناس مرعوبة وان حصل قلبان دي؟ يا جماعة لانها لما بتحصل وهم ما بيبقوش واخدين بالهم. يعني ايه؟ يعني ممكن في حاجات بتمنع ان هم يشوفوها كويس، زي ايه؟ زي مثلا في سحاب، او في غيوم، او في ضباب، او ممكن تبقى في مباني عالية جدا، او حتى في جبال. عشان هما لما شافوها كانت زي ما انتوا شايفين الدنيا واسعة وخالية وقرية، يعني لا في مباني عالية ولا جبال، وكان في الوقت صافي، لا في السحابة ولا غيوم ولا ضباب ولا اي حاجة. فبالتالي ان هما شافوها رؤى العين كويس جدا، وده كان السبب في حالة الرعب اللي هما عاشوها. اكيد علامات يوم القيامة هتظهر في الوقت اللي ربنا كاتبه ورايده، وربنا يرحمنا برحمته الواسعة ويهدي كل عاصي وغافل. بجد انا اترعبت لرعبهم وحسيت بالرعب اللي هم عاشوه، بس انا وضحت الحقيقة كاملة. ربنا يرحمنا برحمته.